بوقطاية رئيس جمعية التضامن سيدي رحال. اليوم كتنظم جمعية التضامن ورش بيئي مهم، حملة بيئية لنظافة شاطئ سيدي رحال، إقامة بلانكا بيتش. شارك في هذه العملية مجموعة من الساكنة، من أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أوروبا ومن أمريكا ومن مختلف دول العالم. شارك فيها عدد مهم من المشاركين، والحمد لله نجحت هذه الحملة ونظفنا الشاطئ. كانت هذه الدورة الأولى طبعا، وغادي تخللها مجموعة من الحصص، مجموعة من فترات أخرى إن شاء الله لاستكمال هذا الورش البيئي. والحمد لله اليوم كما كتشوفوا يعني تم انتشال واحد مجموعة كبيرة من الأزبال والنفايات والأكياس البلاستيكية إلى آخره. شكرا لكل من ساهم في هذا الورش البيئي. تحية لشركة أوزون، تحية لكل أعضاء جمعية التضامن، شكرا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. السلام عليكم. تنشكروا الناس اللي ساهموا معنا مع جمعية التضامن ديال بلانكا بيتش، حيت قمنا بعملية تنظيف المنطقة الخاصة ببلانكا بيتش. كنا نتمناو أنها تكون عامة على سيدي رحال كامل، ولكن بالنسبة للإمكانيات هذا الشيء اللي عطا الله الحمد لله. نتمناو فرص أخرى، ونتمناو الناس تجيب كثافة للمرات المقبلة في هذا الصيف، في هذا الموسم الصيف إن شاء الله. من امريكا جينا باش نقيو بلادنا ودارنا، لان ما نبقاش دار وما نلقاش بلاد. ولهذا الله يخليكم بغينا متحدين معكم وبغينا نقيو بلادنا، ما نبقاوش موسخين. الزمان الوسخ مشى، حنا راه قتلتونا. شوف نقول لكم الشيخه نقولي الجاليه ديال الامريكان غنلقى تما زيتون، غنلقى تيجمل، غنلقى لي نلقى تيجمل ما نلقى حتى حاجه. ولهذا نعيا زوار راسات داك نعيش.